السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير دايما وسعادة. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم. انا بشكر كل المشتركين في القناة واللي لسه هيشتركوا في القناة. الفيديو ده انا عاملاه هدية للمشتركين. طبعا الفيديو ده متعب، بس انا حبيت اعمله علشان لو حبيتوا تتفرجوا على المسلسلات بتاعة رمضان تعرفوا تردد القنوات. عملت الفيديو ده بتردد قنوات، اهم قنوات اللي هتذاع عليها المسلسلات بتاعة رمضان المهمة. وكمان هقول لكم على كل قناة هيجي عليها مسلسلات ايه. وكمان الممثلين بتوع المسلسل. لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وما تنسونيش في لايك للفيديو. هقول لكم على القنوات اللي انا هقول لكم التردد بتاعها، واقول لكم كمان على المسلسلات اللي هتيجي على القنوات دي. اول حاجه قناه النهار، وقناه الحياه، وقناه دي ام سي، وقناه اون، وقناه سي بي سي دراما، وقناه ام بي سي مصر، وام بي سي مصر 2. وطبعا لو في اي قناه زياده انتوا عايزينها هتكتبوها تحت في التعليق، عايزين التردد بتاعها وانا هقول لكم على التردد بتاعها. عايزين ترتبوا برضو قناه او تحذفوا قناه، طبعا القنوات دي لما تنزلوها عايزينها تبقى القنوات تبقى تحت بعض زي عندي كده مثلا. تبقى القنوات كده، قناه الحياه دي ام بي سي. طبعا الام بي سي هي مختلفه بس بعيده شويه، عايزين ترتبوا القنوات كده تحت بعض. انا عملت فيديو بترتيب القنوات دي، هحط لكم الفيديو ده في صندوق الوصف. وكمان طريقه تنزيل القناه برضو انا عملت فيديو بيها، هحطه لكم برضو في صندوق الوصف. هحط لكم قائمه التشغيل كلها في صندوق الوصف، وادخلوا هتعرفوا ان شاء الله ترتبوا القنوات، وترتبوا القنوات دي اللي انا هقول لكم عليها. ترتبوهم قناه النهار، قناه الحياه، قناه دي ام سي اون، سي بي سي، وحطوا قناه ام بي سي برضو. القنوات دي كلها حطوها تحت بعض، اللي هي المهمه اللي انتوا مثلا هتتفرجوا عليها. هنبتدي دلوقتي في اول قناه، وهقول لكم قناه قناه، واقول لكم كمان على المسلسلات اللي هتيجي على كل قناه. بس طبعا المواعيد بتاعه المسلسلات لسه ما نزلتش على كل قناه، بس هقول لكم بس على القنوات، وانتوا بعد كده هتجيبوها وتعرفوا بقى المواعيد عشان لسه المواعيد بتاعتها ما نزلتش. اول حاجه القناه اللي عندي قناه النهار، 11 7 8 5. واهو 2 معدل الترميز 2 7 5 1 1 في. في ناس بتتلخبط بين في واتش، وناس اتفرجت على الفيديو اللي انا نزلت فيه تنزيل تردد اي قناه، ففي ناس اتلخبطت مش عارفه افقي ولا راسي ولا ايه. بصوا هقول لكم على حاجه علشان بس من اول الفيديو، عشان لما تيجي تنزلوا تنزلوا التردد بتاع القناه. في اساسي في، بيكون ساعات في الريسيفرات بتبقى عمودي، وساعات بتبقى اسمها راسي. يعني لو موجود عندك عمودي هتبقى في، لو موجود عندك رأسي في برضو. يعني حرف الفي ده بيبقى حاجتين، بيبقى عمودي ورأسي، هو حرف الفي. اما الحاجه الاساسيه اللي ما بتتغيرش خالص هو الاتش ده على طول بيبقى في كل الريسيفرات، بيبقى افقي ما بيتغيرش اي حاجه تانية. يا رب تكونوا فهمتوا. وانا هكتب لكم برضو، هكتب لكم هكتب لكم عمودي ورأسي الاساسي يعني بتاعهم ايه، علشان لما تيجي تنزلوا التردد يكون سهل عليكم وما تتلخبطوش. قناه النهار عليها 4 مسلسلات في رمضان. مسلسل باب المجال، المسلسل ده بطولة مصطفى شعبان وسوسن بدر. المسلسل ده نفسه هو بيجي برضو على ام بي سي مصر. وبعد كده مسلسل تاني، تاني مسلسل ستهم، ده مسلسل بطولة روجينا. تالت مسلسل اسمه تلت التلاتة، لغادة عبد الرازق. رابع مسلسل من المسلسلات الحلوة جدا اللي انا اتفرجت على الجزء الاولاني بتاعها، مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني، بطولة سيد رجب ومعايا نخبة من الممثلين. وهوريكم دلوقتي شكل القناة اهو، وده شكل قناة النهار. وبعد كده قناة الحياة الحمراء اهي، التردد بتاعها 1 2 2 0 7. معدل الترميز 2 7 4 9 4. وكمان الاستقطاب في. زي ما قلنا، زي ما قلت لكم في، هكتب لكم فوق في دي يعني ايه. في يعني رأسي وعمودي، رأسي وعمودي. وقناه الحياه هيجي عليها المسلسلات اللي انا اعرفها هتيجي عليها. مسلسل الف حمد لله على السلامه، المسلسل ده بطوله يسرا. ونفس المسلسل هيجي على قناه سي بي سي دراما. والمسلسل الثاني رساله الامام، بطوله خالد النبوي واروى جوده. المسلسل الثالث هو مسلسل جميله، بطوله ريهام حجاج. وده التردد بتاعها اهو. هوريكم دلوقتي شكل القناه، ده شكل قناه الحياه. بعد كده القناه اللي بعد قناه الحياه قناه دي ام سي. قناه دي ام سي التردد بتاعها 1 2 0 9 3. والمعدل الترميز 2 7 5 0 6. وفي قناه دي ام سي هيجي عليها 6 مسلسلات.
على قناه دي ام سي. اول مسلسل هو رساله الامام، اللي هو نفسه بطوله خالد النبوي، هيجي على قناه الحياه. وبعد كده مسلسل تاني اسمه سوق الكانتو. سوق الكانتو بطوله امير كرارة ومي عز الدين. هما 6 مسلسلات. وتالت مسلسل الصفاره بطوله احمد امين. ورابع مسلسل علاقه مشروعه بطوله ياسر جلال. المسلسل ده نفسه هو هيجي على قناه اون دراما. المسلسل الخامس مسلسل تحت الوصايه. مسلسل تحت الوصايه ده بطوله منى زكي. المسلسل السادس هو مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان وزينة. هوريكم دلوقتي شكل القناة، وده شكل قناة دي ام سي. بعد كده قناة اون. قناة اون التردد بتاعها 11 8 6 2. معدل الترميز 2 7 5 2 1 في. وفي دوت يعني عمودي ورأسي. عمودي ورأسي. قناة اون هيجي عليها 4 مسلسلات. اول مسلسل اسمه، طبعا المسلسل حلو جدا، المسلسل ده كنت متابعاه السنه اللي فاتت، مسلسل الكبير قوي الجزء السابع. بطوله احمد مكي ورحمه احمد. المسلسل اللي بعد كده اسمه ضرب نار. ضرب نار بطوله ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي. ثالث مسلسل اسمه علاقه مشروعه ياسر جلال. المسلسل دوت هيجي برضو على دي ام سي، على قناه دي ام سي، يتعاد برضو على دي ام سي. مسلسل ياسر جلال معاه مي عمر، علاقه مشروعه. المسلسل الرابع سر البتعه. هي المسلسل ده فيه 70 نجم، منهم حنان مطاوع واحمد فهمي. وده شكل القناه اهو. ده شكل قناه اون. القناه اللي بعد كده قناه سي بي سي دراما. التردد بتاعها 11 7 8 5. معدل الترميز 2 7 5 11. في برضو، في يعني رأسي وعمودي، يعني موجود رأسي هتدوسي رأسي، موجود عمودي هتدوسي عمودي. المسلسلات اللي هتيجي على قناة سي بي سي دراما هم 5 مسلسلات. المسلسل الأولاني عملة نادرة بتاع نيللي كريم، بطولة نيللي كريم عملة نادرة. والمسلسل الثاني حضرة العمدة بطولة روبي وبسمة وأحمد رزق. المسلسل الثالث مذكرات زوج بطولة طارق لطفي. المسلسل الرابع ألف حمد لله على السلامة، والمسلسل ده بطولة يسرا، هيجي برضو على قناة الحياة، يعني نفس المسلسل على قناة الحياة. المسلسل الخامس جت سليمة. المسلسل ده بطولة دنيا سمير غانم. وده شكل القناة اهو. بعد كده قناة ام بي سي مصر. قناة ام بي سي مصر التردد بتاعها اهو. دي قناة ام بي سي مصر 1 مش 2. التردد بتاعها اهو 11 4 7 1. معدل الترميز 2 7 5 1 3 في. يعني في يعني عمودي او رأسي، عمودي او رأسي. قناة ام بي سي مصر من القنوات اللي بتجيب مسلسلات حلوة. هيتذاع عليها 10 مسلسلات ما بين ام بي سي مصر وما بين ام بي سي مصر 2. يعني بيتعاد على المسلسل بيتعاد على ام بي سي مصر 2. واقول لكم برضو على التردد بتاعها ام بي سي مصر 2. الاول هقول لكم على المسلسلات. هيجي عليها اول مسلسل اسمه الاجهر، مسلسل بطولة عمرو سعد ودرة. هحط لكم بس التردد كده عشان تشوفوا التردد، علشان اللي ما سمعش التردد. المسلسل الثاني مسلسل المداح الجزء الثالث. مسلسل المداح الجزء الثالث بطولة حمادة هلال وهبة مجدي وبم بم. المسلسل ده كانوا بيقولوا ان هو حلو وكوميدي، يعني في مسلسلات كوميديه. المسلسل الرابع مسلسل الهرشه السبعه بطوله امينه خليل. المسلسل ده 15 حلقه بس. المسلسل الخامس تغيير جو بطوله منى شلبي. والمسلسل السادس الصندوق بطوله احمد داش. بعد كده مسلسل رقم 7 اسمه اللعبه. مسلسل 8 اسمه كامل العدد. مسلسل كامل العدد برضو 15 حلقه بطوله دينا الشربيني وشريف سلامه. تاسع مسلسل اسمه رشيدة او رشيد 15 حلقه برضو ريهام عبد الغفور ومحمد ممدوح. المسلسل العاشر باب المجال. وباب المجال دوت باب المجال ده برضو هيبقى موجود على قناه النهار بطوله مصطفى شعبان. هقول لكم دلوقتي، انا هوريكم الاول شكل القناه. وده شكل قناه ام بي سي مصر، وهوريكم دلوقتي ام بي سي 2 التردد بتاعها.
ودي قناه ام بي سي 2، التردد بتاعها 11 8 2 4، معدل الترميز 2 7 5 11 في، رأسي وعمودي، يعني رأسي او عمودي، هياها في. وطبعا المسلسلات اللي بتيجي على ام بي سي مصر 1 هتتعاد تاني على ام بي سي مصر 2. عندي قنوات تانية لام بي سي مصر، بس دي قنوات خليجيه وبتجيب مسلسلات خليجي ومسلسلات تانية. لو اي حد حابب التردد بتاع اي قناه، لو القناه دي موجوده عندي انا هكتب لكم التردد ده. اكتبوا لي بس القناه، اسم القناه في التعليق، وانا هقول لكم على التردد. ده شكل قناه ام بي سي 2 اهو، ده شكل قناه ام بي سي 2. وبكده اكون خلصت الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم. يعني انا تعبت في الفيديو ده، بس حبيت يعني الم لكم القنوات المهمه اللي بيجي عليها المسلسلات المهمه في رمضان. اللي حابب بقى يتفرج على مسلسل او مش حابين تتفرجوا، لو مش عندكم برضو القنوات دي تنزلوها ان شاء الله قبل رمضان. وكل سنه وانتم طيبين. رمضان كريم عليكم، يا رب تكونوا بخير دايما وسعاده، وبشكركم جميعا ومع السلامه.